السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، حبايب قلبي إن شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض رقاق العيد اللي هو بتاع اللحمة، إن شاء الله بطريقتين أسهل ما يمكن منهم ما فيش، ولا تعقيدة ولا هنلزق ولا يقول مش عارفين نفكهم على النار، طريقة تحفة. إن شاء الله هندخل مع بعض الفيديو ونشوف عملناه الطري بالروعة دي والجمال ده إزاي، وينفع معانا أي سندوتشات، ينفع شاورما، ينفع كل حاجة، ينفع حاجات كتير جدًا جدًا. سندوتشات عادية بسم الله ما شاء الله، العجينة معانا عسل والتبطيط بسم الله تحفة، تحفة، تحفة. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين معانا؟ ما شاء الله. إن شاء الله يا حبايب قلبي ندخل مع بعض الفيديو ونجهزه مع بعض ونشوف طلعناه بالجمال والتحفة دي إزاي. ده الرقاق الناشف وده الرقاق الطري. يلا يا حبايب قلبي مع بعض نجهزه مع بعض. هنبدأ يا حبايب قلبي إن شاء الله الوصفة النهارده مع بعض بناءً على طلب مشاهدة من مشاهديني، قالت لي أنا عايزة الرقاق الطري اللي هو بيتعمل باللحمة المفرومة ده. عاوزاه بس مش بتعرف هي إن هي تحط مثلًا 3، 4 على بعض كده على الجريل أو على الطاسة وتفصلهم من بعض. قالت أنا عاوزاه بطريقة يبقى سهلة مبسطة ليّا إن أنا أحط واحدة، واحدة. إن شاء الله هنشوفه مع بعض النهارده وربنا ييسّر ونحاول نعمل الطريقتين إن شاء الله. أنا معايا يا حبايب قلبي أول حاجة هنا كيلو دقيق. عاوزة تعملي نُص كيلو براحتِك خالص، عاوزة تضاعفي الكمية ضاعفيها يعني كل واحد حسب المتاح عنده أو اللي يناسب أسرته. معايا هنا الملح، معلقة صغيرة ملح، ومعايا المَيّة، معايا 4 معالق كبيرة زيت، للنُص كيلو بنحط معلقتين 2. هاحط يا حبايب قلبي في العجان كده الأول زي ما حطيته كده بالشكل ده، وهاحطه في العجان وأقلبه الأول، الملح مع الدقيق. بعد ما قلبناه يا حبايب قلبي الملح مع الدقيق، هاضيف المَيّة. وكل كيلو دقيق بياخد من 550 ل500 مليمتر مَيّة، وفي أحيانًا أنا جرّبته، في أحيانًا نوع من أنواع الدقيق بيوصل ل600 مللي، حسب ما ناخد معانا وما نضيفش المَيّة كلّها مرّة واحدة، حبّة نحط أول حاجة مَج وبعد كده نحط حبّة، حبّة، على حسب امتصاص الدقيق معانا. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنبدأ بقى يا حبايبي نعجن مع بعض بسم الله. وأول حاجة على السرعة الواطية عشان الهادية كده في الأول عشان ما نبهدلش الدنيا دقيق. يا حبايب قلبي بعد ما الدقيق شرب المَيّة أعمل حسابي إن عجينة الرقاق ده بتبقى قاسية شوية، مش بتبقى طرية زي أي معجنات. هابدأ يا حبايب قلبي بعد ما المَيّة اختفت هاضيف الزيت وأعجن كويس بقى مع بعض، ولازم يتعجن وقت كويس، وقت كافي. حبايب قلبي كده أنا تمام خلاص خلّصت عجن. العجينة معايا زي ما أنتم شايفينها قاسية بالشكل ده كده يا حبايب قلبي. بس اتخدمت كويس جدًا، جدًا في العجين. هالمّها يا حبايب قلبي بقى كده وهنشوفها مع بعض. حبايبي العجينة أهيّة بسم الله ما شاء الله نعمت معايا والعجينة قاسية، ما نعجنش عجينة الرقاق ده طرية أبدًا، وما نكترش زيت يا حبايب قلبي عشان ما يخلّيش العجينة تفرول أو تقطم معانا، بالشكل ده يا حبايب قلبي. أغطّيها وأهم حاجة نسيبها ترتاح. أنا بالمناسبة أخدت معايا في العجان 10 دقايق، لو على إيدِك ربع ساعة أكتر براحتك يعني، هتبقى النتيجة أفضل. غطيت عليها يا حبايب قلبي بكيس أو ورق استريتش عشان ما تعملش قشر معانا. إحنا مش بنخمّرها، إحنا بس بنسيبها ترتاح، وإن إحنا نسيبها ترتاح ديّة حاجة مهمة جدًا للعجينة. حبايبي كده خلاص العجينة ارتاحت معايا شوية، لإن أنا لسه بعد ما تتقطّع هترتاح تاني. معايا هنا شوية دقيق ومعايا الصينية اللي هاقطّع عليها، بسم الله. أهي يا حبايب قلبي بالشكل ده. ديّة أكبر شوية من الليمونة أو قد البيضة البلدي، أو على حسب الصينية اللي أنا هاعمل فيها، أقطّع كل الكمية. قطعناه يا حبايب قلبي وغطيته بالمشمع تاني عشان ما يعملش قشرة، وبالفوطة أسيبه يرتاح بقى عشان يساعدني في الفرد. حبايبي قبل ما أبدأ فرد باجهز صينية وعليها فوطة زي كده بالشكل ده، عشان لازم أشيله أحطه فيها على طول. ومعايا صينية تانية كده بالشكل ده، ممكن أبطط وأحط عليها كام واحدة عدد يعني وأسوي على طول. وفي نفس الوقت ممكن أسوي واحدة واحدة براحتي يعني خالص. هحط على الرخام يا حبايب قلبي كده معايا شوية دقيق، افرده يا حبايب قلبي بشويه شويه كده بايدي الاول بالشكل ده كده على قد ما اقدر بايدي. وبعد كده معايا بالنشابه في ديت او المردنه على حسب ما بتسموها، ومعايا التانية هوريها لكم. وممكن افرد بدي كده اللي هتريحني في الفرد او اللي متاحه عندي اعمل بيها.
افرد يا حبايب قلبي اكتر من كده كمان، طالما العجينه معايا بتفرد، افرد على قد ما اقدر وعلى حسب بقى التقطيعه اللي انا مقطعاها وحجم الصينيه بتاعتي اللي انا عايزاها. على قد ما اقدر افرد معايا بالشكل ده. ولو انا عاوزاها مهندمه يعني زياده عن اللزوم، ممكن بقى ايه اسويها. ما تفرقش معايا، اسويها زي ما هي على الوضع بتاعها. فردتها بالشكل ده يا حبايب قلبي، رقيقه جدا جدا، تكاد ايدي تكون باينه منها، شفافه بالشكل ده كده. ابطل 3 4 وان شاء الله نروح مع بعض على البوتاجاز نسويهم مره واحده. انا حطيتها على المفرش يا حبايب قلبي عشان ابين لكم ان هي قد ايه شفافه ومبينه رسمه المفرش معاكم اهي ان شاء الله. وبطلت برده تحت ومعايا كمان اهوت. ان شاء الله هروح بقى على البوتاجاز اسوي بقى ان شاء الله. سخنت الجريل يا حبايب قلبي على نار وتكون سخنه جدا، واحط عليها بقى كده بالشكل ده، وما اخليها يا دوبك اول ما تاخد لون من على الوش ده اقلبها على الناحيه التانيه قوام كده عشان ما تنشفش معايا. انا عاوزاها تبقى طريه. شايفين يا حبايب قلبي اللون بيتغير معايا واحده واحده بسرعه اهو بالشكل ده. اللي ما يخاف يعمل بايده زي كده بسباتشولا او معلقه او باي حاجه اهو يا حبايب قلبي. انا عاوزاها تستوي وفي نفس الوقت ما تاخدش لون اهو يا حبايب قلبي. نقلبها كده قلبتين ثلاثه، ما نقلقش ابدا، ونشيلها نحطها في الفوطه على طول بالشكل ده يا حبايب قلبي. شايفين الجريلا؟ انا الجريلا تكاد تكون باينه اهي من العجين بالشكل ده يا حبايب قلبي. واحده تانية هي بالشكل ده يا حبايب قلبي. اوام واقلبها ثواني، اقل من ثواني كمان واقلبها، تاخد تشميعه من الجهتين الاثنين. ولو خدت مني لون يبقى اصفر فاتح جدا جدا. حبايب قلبي برضو بالشكل ده كده نفس التبطيطه بالشكل ده يا حبايب قلبي. هنعمل منه جزء ناشف اهو يا حبايب قلبي، واخده برضو على النار هنسويه مع بعض ونشوف درجه التسويه بتاع الناشف بتبقى عامله ازاي بالشكل ده يا حبايبي. بس ما اقلبوش بسرعه زي التاني بقى، اسيبه كده يعمل الفقاقيع الصغيره ديت اهو، وابدا اقلبه كده ياخد لون بالشكل ده خفيف جدا. كل ما بيكون الرقاقه المحمره الاصفر اللي فيها خفيف كده بتكون احلى في التسويه وفي الطعم كمان بالشكل ده يا حبايب قلبي. وابدا اقلبها بقى اكتر من مره وما احطوش على بعضه، افرده عشان انا عاوزاه ينشف معايا. لو حطيته على بعضه هيرجع يرد في بعضه ويطرى تاني بالشكل ده يا حبايب قلبي. وتلاحظوا ان هو يعني بيطلع فيه الفقافيق ديت غير الطري تماما بالشكل ده. وفي نفس الوقت ما استعجلش عليه، لو استعجلت عليه وشلته يعني قبل سواه كامل هيعضم معايا، هتلاقي الرقاقه اثناء الاكل كده معضمه ومش حلو. انا عاوزاها تنشف وفي نفس الوقت تبقى جميله معايا في الاكل كده اهو يا حبايب قلبي الدرجه دي كده. وهفرده بقى جنب بعضه كده ونشوف ان شاء الله مع بعض اما ينشف. هنسوي مع بعض كمان واحده يا حبايب اهو. نسيبها تشمع كويس جدا، ما نستعجلش زي الطري، وبعدين نقلبها لحد ما تاخد اللون الاصفر الذهبي ونحس ان هي استوت تماما. نشيلها بقى. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا تعقيده بقى ولا نقول ده مش عارفين نفكه من بعضه ولا حاجه ابدا. بسم الله ما شاء الله. اوريكم الطري الاول حاجه كده وهم ما شاء الله يا حبايب قلبي، تحفه تحفه تحفه. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، رائع رائع واكتر من رائع كمان. شايفين يا حبايبي؟ بسم الله ما شاء الله اهو. بفضل الله عملنا اكبر كميه تعمل صينيتين طري وده الناشف. واهم حاجه يا حبايب قلبي ان احنا نقوم لافينه كويس جدا جدا. ولو هنحطه في الفريزر هوريكم برده ان شاء الله هنعمله مع بعض ازاي في الفريزر. وده يا حبايب قلبي الكميه الناشفه ما شاء الله. برضو عملتها صينيتين اتنين ناشف بسم الله ما شاء الله، روعه. شايفين يا حبايب قلبي؟ وتسويه فوق التحفه ولا محروق، لان طبعا لما بتغمقي معايا بتبقى طعمها مش حلو في التسويه، بتبقى فيها مراره شويه. والله يا حبايبي فوق الروعه بسم الله ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي؟ تحفه تحفه تحفه. وكل ما نسيبه ما نغطوش بقى، الناشف ده ما بنغطوش ابدا، بنسيبه كده او نفرده في مكان هاوي كده ينشف وتبقى مقرمش معانا كده وجميل، عشان ما نحطوش على بعض هو طري يسمغ معانا بالشكل والجمال والتحفه دي يا حبايب قلبي. ان شاء الله ان شاء الله تعملوه وتجربوه بالطريقه العسل ديت وتقولوا لي رايكم كده في الكومنتات. وما تنسونيش من دعوه حلوه ومن الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لاخواتنا كده بالنصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.